عايزة اجيب فراخ تسمين واحسب واحسبها زي المزارع مثلا كسبت ولا خسرت. طب نقول مثلا انت جبتي مثلا 30 كتكوت، والمزرعة مثلا واللي بيربي في المزرعة جاب مثلا 30 كتكوت. انت بتتعلمي فيهم، هو برضو بيتعلم، وهو برضو ايه بيربي وعارف. انت جبتي اكل وهو جاب اكل، انت جبتي علاج للتحضير وهو برضو جاب علاج للتحضير. انت لسه مبتدئة، فالفراخ بتاعتك عندها مثلا اسهال ومش عارفة هتحطي اكل، والفراخ برضو ايه مش هتستفاد منهم عشان فيه اسهالات. هو عنده اسهالات، شايف وعارف طبعا، عالج واكل الفراخ شالت منه الايه، شالت لحم. طبعا هو ايه جاب عاد ايه البيع، باع. انت طبعا كان عشان عندك اسهالات في الفراخ، قعدت كام يوم مثلا، هو باع والبورصة كانت رخيصة، انت بعتي بعديها بكام يوم والبورصة ايه عالية، لان هي عندك ايه بعديها بكام يوم طبعا كان عندك انت عندك الوزن ضعيف، فسبتيها كام يوم فطلعت ايه البورصة عالية. طبعا انت ايه كسبتي في البورصة، وهو ايه ما كسبش في البورصة، بس انت العلاج اللي انت صرفتيه ربنا عوضها لك في البورصة اللي هي عالية. هو اللي ما صرفوش في العلاج صرفوا بقى خسروا في ايه في البورصة اللي هي كانت رخيصة. يبقى انت تسيبيها على ربنا ومتحسبهاش.